السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ لولي. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض القطايف ونشوف كل تريكاتها وحركاتها اللي هي اصلا سهله جدا وبسيطه جدا وكمان مش مكلفه. وعايزه اقول لكم بكوبايتين من الدقيق هنعمل تقريبا 700 جرام من القطايف، وهنشوف ده في الفيديو مع بعض حالا. بس قبل ما يبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف بقى القطايف ازاي هنعملها بكل سهولة في البيت. لو عندكم بقى براد زي دوت أو أي براد تاني هنعمل بيه القطايف، وممكن برضو نعملها عادي بأي معلقة أو أي كبشة عندنا في البيت، أو حتى بكيس تلاجة بأي حاجة. وممكن كمان نعملها نشكلها بإزازة الكاتشب بكل سهولة. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، حوالي 700 جرام يعني تقريبا كيلو الا ربع من القطايف بكوبايتين من الدقيق الابيض ونص كوبايه من دقيق السميد بس. الميزه كمان في اننا نعمل القطايف في البيت يا جماعه اننا بنعملها الحجم اللي احنا عايزينه، زي ما احنا شايفين كده انا عامله القطايف الصغيره اللي هي العصافيري، وقطايف كبيره تتحشي جبن او لحمه مفرومه، وقطايف تتحشي بقى الحشوات التقليديه العاديه اللي احنا بنحشيها بيها زي مكسرات او اي حاجه تانية. يلا بقى نشوف المقادير بتاعتنا، بس قبل ما نقول مقاديرنا ما تنسوش تضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركتوش في القناة. شوفوا بقى في الاول هنجيب الخلاط وهنضيف فيه كوبايتين من المية زي ما احنا شايفين كده. المية دي تكون مية دافية، وطبعا المية تكون دافية علشان تنشط الخميرة معانا بسرعة. هنضيف عليها كمان معلقتين من السكر علشان يدونا لون حلو وطعم كمان حلو للعجينة بتاعتنا. عندنا بقى المكونات الجافة دي: معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، معلقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، وأقل من ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هو الكربوناتو، ما نكترش فيه يا جماعة، ومعلقة كبيرة من النشا، معلقة واحدة بس من النشا. وده نص كوباية من دقيق السميد، ده سميد ناعم او وسط، ما نجيبش سميد خشن. هنضيف بقى بنفس الكوباية اللي قسنا بيها المية كوبايتين من الدقيق، وهنبدأ نضرب بقى كل المكونات دي كده مع بعض في الخلاط، نخلطهم كويس قوي. بس هنضيف عليهم في الاول كده ربع معلقة صغيرة من الملح. تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر علشان نقول اهم النصايح اللي تخلي القطايف معانا طالعة جميلة وكريسبي، وكمان طرية من جوه، تبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه. في الخلاط بقى كده عادي وبكل سهولة بنخلط كل المكونات دي مع بعض، وكمان بنقلبها من الجناب كده بمعلقة علشان ننزل اي دقيق بيبقى لازق كده على جناب الخلاط. خلاص بقى هنصفيها كمان بمصفى ناعمة علشان نتأكد ونطمن ان مفيش فيها اي تكتلات. حاجة مهمة بقى جدا، القطايف ما بنسيبهاش تخمر ابدا. القطايف بنسيب عجينتها ترتاح 10 دقايق على الساعة يا جماعة، ما نسيبهاش تخمر ابدا، لان لو سيبناها تخمر بتنفش معانا جدا، المسام بتاعتها بتبقى واسعة قوي وبتتقطع. ده بعد ما مر 10 دقايق بالظبط عليها. بصوا القوام بتاعها، انا حطيتها في البراد الصغنن دوت علشان يديني المقاس اللي انا محتاجاه، وطبعا ينفع نشكلها باي حاجة تانية احنا عايزينها، زي ما احنا متعودين دايما ان احنا بنمشي نفسنا باللي موجود في البيت. انا بقى بعمل اشكال مختلفة كده، مقاسات مختلفة علشان انا حباها كل حاجة هعمل بيها وصفة مختلفة من القطايف. في بقى صغير، في كبير، في وسط، كل الاحجام هنعملها بقى، ما احنا بنعمل قطايف في البيت براحتنا، مش مضطرين نشتريها من عند الكنفاني بالحجم اللي هو بيبيعها بيه، لا احنا نعملها احنا على حسب ما احنا عايزين. ما بتاخدش تقريبا نص دقيقة وبتبقى استوت تماما زي ما احنا شايفين كده، وما بتلزقش ما شاء الله زي ما احنا شايفين. بصوا المسام بتاعتها كده مظبوطة بالملي. بصوا كده هنعمل شوية كمان، انا يعني قلت اشكل كده اكتر من شوية معاكم باكتر من حجم في الفيديو علشان اديكم افكار للمقاسات اللي انتوا ممكن تكونوا محتاجينها. عايزه اقول لكم بقى ان الوصفه دي انا معتمداها بقالي اكتر من كام سنه، ما بشتريش قطايف من بره خالص وبعملها طول السنه. مش يعني ما بستناش رمضان علشان اعمل القطايف، كل ما بيبقى نفسنا ناكل قطايف كده بمنتهى السهوله كوبايتين دقيق ونص كوبايه سميد كله في الخلاط وبنعمل احلى قطايف في 10 دقايق. بصوا ما شاء الله مسامها كده في منتهى الجمال مظبوطه، وعجينتنا تحفه باذن الله. بصوا ما شاء الله تحفه.
انا ما بسويهاش قوي، يعني ما بخليهاش تحمر قوي. بصوا اللون اللي على الحرف الابيض ده نجاح القطايف، ده علامه من علامات نجاح القطايف. انا ما بحبش احمرها قوي في التسويه، علشان كده كده لسه بنقليها. هعمل لكم بقى واحده كبيره كده جامبو. دي بقى نحشيها بقى لحمه مفرومه، طبعا نعمل منها كميه لو حابين، انا بوريكم بس ازاي ممكن نعملها. او نحشيها ميكس جبن، او نحشيها بطاطس محمره مع جبنه موتزاريلا. وتنفع وقتها للسحور زي ما انتوا حابين. وممكن كمان على فكرة ما نقليهاش في الزيت، ممكن ندهنها بس كده بفرشة خفيفة من الزيت، وندخلها تحت الشواية تحمر، ونقلبها على الجنبين، وبتبقى معانا برضو مقرمشة وفي منتهى الجمال. يعني ما بنسويهاش في الفرن، بنسويها تحت الشواية في ثواني. انا على فكرة الفيديو هنا ولا مسرعاه ولا قطع منه اي حاجة عشان اوريكم انها ما بتاخدش تقريبا 30 ثانية في انها تستوي كده. اهم حاجة بقى نخلي بالنا ان احنا لما بنخرجها من الطاسة بنحطها على فوطة وبنغطيها بفوطة تانية على طول، علشان ما تنشفش معانا. بصوا بقى القوام رائع، بتلزق في بعضها بسرعة. القطايف ينفع نخزنها، ينفع نخزنها في الفريزر، بس بنخزنها وهي محشية، ما نسيبهاش ابدا من غير ما نكون طبقناها كده وحشيناها. على الميزان بقى كده، انا قلت حبيت كده يعني ايه من باب العلم بالشيء. طب يا ترى الكميه دي بتديني قد ايه؟ تستاهل يعني ان انا اعملها في البيت؟ اه يا جماعه تستاهل. تخيلوا كوبايتين الدقيق والله ونص كوبايه السميد عملوا معانا 700 جرام من القطايف. احجام بقى مختلفه زي ما احنا شايفين، صغير كبير وسط، كل حاجه ليها استخدامها عندنا. بصوا بقى العجينه طريه وتحفه قد ايه. حشوات بقى دي مجرد افكار، انتوا طبعا لكم حريه الاختيار في ان انتوا تعملوها زي ما انتوا عايزين. انا هنا حشيتها بشويه كده من التمر، متضاف عليهم شويه من القرفه. مبحطش بقى على حشوه التمر دي سكر ولا حاجه، كده كده التمر اصلا فيه سكر طبيعي. صغنونه بقى كده وجميله قوي قوي، انا مش عايزه اقول لكم بتطلع كده على قد البق، يعني حاجه في منتهى الروعه. وفي ثواني بنطبق ونعمل، واحلى قطايف عندنا. ولا اجيبها بقى بايته من عند بتاع الكنافه، ولا اجيبها غاليه، ولا الكلام ده خالص. الطريقة التانية بقى الطريقة التقليدية جدا، ودي انا بعشقها، اللي هي ان احنا بنحشيها شوية كده سوداني على جوز هند على زبيب وشوية من السكر والقرفة، وبتبقى برضو دي حشوة خطيرة انا شخصيا بعشقها. برضو ايه هنعمل كده كل الكمية اللي احنا محتاجينها من الحشوة دي، ونحطها برضو ايه كده على جنب، وبعدين نبدأ نسويهم كلهم بقى ايه ورا بعض. بس بحط كل حشوة مختلفة عن التانية في طبق، عشان كل واحد بيحب حاجة ياكل منها من غير ما يفضلوا الولاد يقطموا فيه، علشان يعرفوا الحشوة اللي جواها ايه. في زيت بقى سخن زي ما احنا شايفين بنضيف القطايف، ما بكترش الكمية قوي علشان الزيت ما يبردش وتشرب مني زيت. بنسخن الزيت كويس قوي الاول، وبعدين نهدي النار، نخليها على درجة حرارة متوسطة. هتطلع معانا بقى ما شاء الله باللون الروعة اللي احنا شايفينه ده، وهتطلع مقرمشة من بره وطرية كده من جوه، وبتشرب الشربات بتاعه وبتبقى زي الفل. زي ما احنا شايفين انا طلعتها باللون الحلو ده، بحب اللون ده فيها جدا. انتوا طبعا حمروها بالدرجة اللي انتوا عاوزينها. شوية بقى من الشربات الوسط كده، لا تقيل ولا خفيف. هسيب لكم المقادير بتاعته ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس تحت. بكل سهولة بنعمله. طبعا الشربات بارد. اضيف عليها شوية بقى كده من المكسرات، والتانية بقى دي هضيف عليها شوية كده من جوز هند علشان اميزهم عن بعضهم. الكبيرة بقى الحلوة دي الولاد طبعا قالوا لي اكبر حجم فيهم لازم تحشيها لنا ايه بقى، نوتيلا. طبعا دي العشق بتاعهم كله، وبيني وبينكم يعني كلام في سركم، طبعا احنا كلنا بنحب النوتيلا. هطبقها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، هنعملها شكل الكورنيه كده يعني من غير ما نلفها ولا اي حاجة. تمام كده، بتهيألي الطريقه واضحه قوي وسهله جدا. طبعا زي ما قلت لكم ينفع تتحشي طبعا حشوات حادقه، مش بس حاجه مسكره يعني. فخصوصا الكبيره دي بتديني ايه فرصه ان انا احشيها حاجه كويسه براحتي يعني. شويه كده بقى من النوتيلا، وبنبدا برضو ايه نشكلها كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونضيف عليها برضو شويه كده من المكسرات، وبتطلع معانا بقى بالروعه والخرافه اللي احنا شايفينها دي. مش عايزه اقول لكم انا مهما وصفت لكم الوصفه دي حلوة وسهلة ومش مكلفة ولا متعبة خالص 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 يا جماعة. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير. هفضل اقول لكم كل فيديو لايك والشير يا جماعة، علشان الفيديو يترفع اكتر وكل الناس تستفيد منه.
يا سلام بقى على اللي بالنوتيلا دي، وهم بجد، ما شاء الله. سبسكرايب بقى على قناتي لو لسه ما اشتركتوش، والسلام عليكم.